السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازي حضراتكم؟ عاملين ايه؟ لليوم التاني، خروج خروج الاهلي من دوري ابطال افريقيا. فاحنا برضو لسه مكملين شوية، وعايزين بقى نتكلم النهارده على السوشيال ميديا كلها والبرامج الرياضية اللي طالعة عمالة تجيب اللوم على كولر وعلى اللعيبة وعلى طريقة اللعب وعلى ان هو مدرب جبان. ان هو مش عارف كان ممكن يكسب هنا 4-5. 4-5 ايه؟ 4-5 ايه؟ طب مفيش حد اتكلم خالص وقال ده عدل ربنا وانتقام ربنا؟ مفيش حد قال ان اللي بيعمله الكابتن بيبو ومجلس ادارته في الزمالك وفي الانديه كلها اللي حواليه؟ محدش قال عشان كده ربنا انتقم منكم؟ محدش اتكلم الا رضا عبد العال بس لما قال هو ده العدل. لما قال ان الكوره بتاعت جرادياشار لما ضربت في العارضه هناك في جنوب افريقيا كانت ممكن تخش جون، ما دخلتش جون. وهنا تضرب في كعب اللعيب، ابننا وحبيبنا ياسر ابراهيم، تضرب في كعبه وتخش جون. ده عشان ربنا عايز كده، عشان انتوا افتريتوا. النادي ده افترى. وانا ما حضرتش، اول مره السنه دي احضر ان البجاحه عيني عينك كده. يعني كان زمان بيعملوا يعني زي امام عاشور كده، يطلع بره يعملوا له كوبري ياخدوه مش عارفه ايه، يعملوا زي يعني ياسر ابراهيم دوت ماشي. كان لعيب في الزمالك وخبوه فجاه، ما جاش واختفى وقعد في حته زي عمرو عبد الله السعيد بالظبط لما خطفوه من الاسماعيلي. فده نادي السلوك بتاعه كده، ما يعرفش يلعب بطوله فيها تنافس شريف. لازم يفرغ اللي حواليه ويضعفهم عشان هيبقى هو الاول. مش قادر على بيراميدز عشان الفلوس، بيراميدز معاه فلوس ومجدد لعبته بالخمس سنين، فمش قادر يجي جنبه. فلو معاه الزمالك بقى وبيراميدز بقى والمصري ايه تاني؟ مين تاني؟ مفيش. سيراميك كليوباترا وبنك الاهلي بيبهدلون كوره. فعايز تاني، هنقول تاني برضو، هذا النادي لا يستطيع ان يكون بطلا الا انه يقضي على المنافسين اللي حواليه عشان يبقى لوحده في السبق. النهارده الحكم ده اللي عمله امبارح كلنا قلنا ده مرتشي. فابتدينا بقى نفتش في بطولات افريقيا بتاعت الاهلي. عارفين القضيه ممكن الفرحانين بيها هم؟ القضيه ممكن دي قبليها اتعمل فيلم اسمه مسحه الكورونا، وكان مش عارف يوسف اوباما، كان مش عارف مين الباك الشمال بتاعنا، كان حمزه المسلوسي باين ولا كان مش فاكر كان مين الباك الشمال بتاعنا. كان حمزه المسلوسي ويوسف اوباما. خلاص. و لا سوري يا ربي، عبد الله جمعه ويوسف اوباما. تمام. ولعب اسلام جابر مكان عبد الله جمعه، والجون جه من ناحيته السوليه اللي رزعها بدماغه. الحكم بقى اللي كان جاي الماتش ده كمان ما كانش هو الحكم ده، كان حكم تاني محترم جدا وكان مشهور، مش فاكر اسمه ايه برضه، مش فاكر. لكن هو كان حكم مشهور ومحترم جدا. عمل مسحه الكورونا في بلده وهو جاي، مش عارف كان حكم عربي يا تونس يا المغرب، وطلعت سلبيه. فقالوا له عيدها تاني، فعادها تاني طلعت سلبيه. جه هنا مصر عملوا له مسحه طلعت ايجابيه، واتغير ده يوم المباراه وجابوا حكم تاني، مش عارف ولا جابوا حكم تاني يوم المباراه. الحكم التاني لما جه ده ما حسبش 2 بنالتي للزمالك، ما حسبش 2 بنالتي للزمالك. خلاص. فانا عايز اقول لكم ادي واحده، ادي وفي حاجات كتير قوي قوي. فاتضح ان كمان الحكم بتاع امبارح ده قابض ومرتشي، علشان اولا ما يحسبش في بنالتي لصن داونز ما حسبهاش، اللي داس على رجله 2 بنالتي. وبعدين لما تعادل الاهلي ابتدى هو يديله 7 دقايق وقت ضايع، قلنا ماشي تغييرات ومش تغييرات ووقفت عشان الفار. شفتوش انت حكم يدي 3 دقايق بعد كده؟ 3 دقايق. ما هو عارف بقى ان الاهلي في اخر دقيقه ولا في اخر ثانيه بيجيب جون. وبعدين لو ما جابش جون يا سيدي ربنا يوفقه ونعمل له بينالتي.
ده هما بيقولوا ان لينا بينالتي، الاهلي بيقول لنا بينالتي. بينالتي ايه؟ هو انتوا كمان يعني انتوا كمان اعمى القلب والرب كمان ومش فاهمين كوره؟ كوره خبطت في الارض الاول، طلع في رجل لعيب على الارض، خبطه في الارض الاول وبعدين جت في كتف لعيب في دراعه. بينالتي ايه؟ بينالتي ايه يا اخ انت وهو؟ انتوا هتفضلوا كده على طول؟ كفايه غطرسه بقى. امنوا بالله بقى ان انتوا ظلمتوا. مفيش كوره بالعافيه ومفيش بطل بالعافيه ومفيش واحد يفوز بالعافيه على طول على طول على طول. اهي جت على القهوه سبب ابننا ياسر بكعبه. كلهم قعدوا امبارح يشكروا في سان داونز ويشكروا في مش عارف في مين واللعيبه عملت ايه. طب وابننا ياسر ابراهيم فين؟ ربنا يخليك يا ياسر حبيبي، ربنا يخليك يا رب. من اعمالكم سلط عليكم. النهارده برضو الاخ ام المعاطي زكي ماشي وغيره بيقول لك ان بيفاوضوا مدربين كروش مش عارف ومين تاني، وان المدرب التاني ده مجلس الاداره عايزه مش عارف غالي جدا، مش عارف عايز 4 مليون في الشهر والطقم اللي معاه حوالي 80 دولار، 80,000 دولار، يعني حوالي بتتكلم في يعني عايزين 7 مليون في الشهر او 6 مليون حاجه زي كده يعني. فالضماطي ومش عارف ومين تاني معاه رجال اعمال بيقولوا للخطيب هاتوا. ما هو المجلس انقسم نص نص، مش مستغلي ونص مش مستغلي، اللي منهم حسام غالي مش مستغلي. قالوا له هاتوا واحنا هنتكلف بالتعاقد معاه، احنا اللي هندفع. طيب حلو قوي. هات زيزو احنا اللي هندفع، حلو قوي. زيزو بيقول للخطيب اصل انا عاملين لي خصم، هيخصموا عقدي ومش عارف ايه وهيبهدلوني. قال له ما يقدرش يخصم اكتر من نص عقدك، لو عقدك 20 مليون مش هيقدر يخصم الا 10، احنا هنسده. طب حلو قوي. هو الكلام ده منين؟ يعني اللي وطالعين بقى المعرضين بتوع السوشيال ميديا يقول لك ما الاهلي بيخش بطولات افريقيا عشان كده عنده دولارات. ولما الضماطي وغيره يقول للاهلي انا هتكفل بالراتب بتاع الجهاز الفني، ولما الخطيب يقول له هندفعها لك احنا من رجال الاعمال. هو مش في ميزانيه للاهلي دي؟ مش في ميزانيه بتتراجع من الجهاز المركزي للمحاسبات وزاره الماليه؟ مش في ميزانيه بتقول ايرادات ايه، ايه اللي داخل لك وايه المصروفات، ويشوف العجز او يشوف اللي فيه زياده في الميزانيه قد ايه، دخل لي كذا طلعته في كذا وكذا 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 وكذا. طب لما هتقول طلعته لكذا وكذا 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 هتكتب ان محمد الضماطي وغيره الراجل التاني دوت ولا العرجاني ولا الشيخ ترك ادونا 5 مليون دولار علشان المدرب؟ ولا هتكتبها ايه؟ ولا هتدخلها ازاي يعني؟ ولا مفيش حد بيسأل عليكم؟ مفيش حد بيعرف انتوا بتعملوا ايه ولا بتجيبوا منين؟ عرفتوا ليه احنا عمالين نقول انتوا بتجيبوا فلوسكم منين؟ ما احنا عارفين انت بتخش بطولة افريقيا يا فصيح اهلك. انما انت ده مرتضى منصور اللي كان خاربها لما اتبرع للنادي ب 80 مليون ولا 100 مليون راح خد اذن الجهه الرقابيه الاول. تخيلوا، تخيلوا، وحطوهم في النادي تبرع فعلا. مش معنى كده ان مرتضى منصور سكر بعسل، لا 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 خالص، ولا عايز اشوفه، لان هو ده سبب الخراب، هو وممدوح عباس قبليه. مفيش حد بيحاسبكم؟ فين الدوله من الكلام ده كله؟ فين الدوله من النادي الشمال ده؟ فين؟ لسه هتشوف تاني، ده لسه هتشوف تاني. ده بس اللي حصل ده بس نتيجه ان انت بتاخد لعيبه تركنها. طب اقول لك ايه؟ يعني المدرب يطلع يفضحكم ويقول لك انا ما كنتش عايز بن شرقي، كنت عايز كوتيسا وهم جابوا لي بن شرقي، فبيقعدوا بينزلوا دقيقتين ثلاثه كل ماتش. يعني انت ما كنتش عايزه، يعني المدرب قال لك انا مش عايزه بس انت خدته عندم في الزمالك عشان الزمالك ما ياخدوش. غويت زيزو خدته في فتره الحمايه وكنتوا خايفين ان حد يعرف. ابتدت السوشيال ميديا تطلع وتقول بعلني زيزو في الاهلي، السنه الجايه في الاهلي، هيروح معاهم كاس العالم. طلع الفيزا زيزو، طلع علني. مش خايفين حد يسجل الكلام ده كله ويبعته؟ انما انتوا عارفين جت تعليمات مجلس اداره الزمالك اكتم ما تتكلمش. ده هنروح له دلوقتي. مجلس النسوان بتاع الزمالك اللي التليفون بيقول لهم ما تتكلموا اكتموا. ده حتى ميدو ما بقاش يتكلم، ده حتى ميدو
لما طلعوا قال لك احنا جبنا جواب السفاره الامريكيه واتضح ان زيزو واخد الفيزا من جواب من الاهلي. فيستك. حبوا يعملوا كده، السفاره ما رضتش. لازم يرفعوا شكوى للفيفا عشان الفيفا تتحقق من السفاره ترد عليها ان اللاعب ده مطلع جايب جواب من النادي الاهلي ولا لا، فيتوقف. التعليمات اسكت، عندكم مصالحكم، عندكم شركاتكم، عندكم هنبهدلكم خلاص. التعليمات جت كده، واضح قوي، ده واضح جدا. التعليمات بتجيلك عين كل واحد مش فاهم في مكانه، في مكان في الزمالك. طب زياد هشام نصر كان لعيب وحسين لبيب حاطين مدربين ما يعرفوش حاجه. تيجي له سمسره اللاعبات واللاعبين بتوع الصالات، ماشي، يتباع. كرة القدم السنة دي مش هتاخد كوتيسة. والوكلاء شغالة بتاعت الأهلي بتبوظ الصفقات. طب مين اللي بيعرف الوكلاء دي؟ من جوه مجلس الإدارة. جوه مجلس الإدارة نفسه. مفيش اتنين بيحبوا بعض فيه. عرفتوا الفساد والسقوط جاي منين؟ عرفتوا السقوط جاي منين؟ الدولة عايزة تخرب الزمالك، مش عايزة الزمالك يبقى موجود. أو في ناس معينة كده استثماراتها كبيرة، طال عمره وبتاع الزيتون، ماشي، بتاع الرز، استثماراتهم بالتليارات، مش عايزين الزمالك يبقى موجود. احسن هنوجع عباله كل شويه ويعدوا لعيبه كويسه ويبقى ينافس على الدوري. ما من الاخر خلاص خليه زي انديه الدوري العاديه. يوم ما يتنفس قوي هنجيب له طارق حامد، واحد عجوز اهو فاضل له سنه ويبطل. انما طاهر بن شرقي انت واخد 1,400,000، بتقول لي بن شرقي هقسط لك بناء على مين؟ على وكيل لعيبه. بتيجي تعليمات وكلاء اللعيبه دول هو اللي تتعامل معاهم، وهم دول اللي هيجيبوا لك اللي انت عايزه. كونراد مشلاك بقى ومش كونراد مشلاك بقى والاشكال ومش عارف ومهبي ياسر اسمه ايه ده بتاع الانبي ده محمد حمدي وزياد كمال. ادي الاشكال ما هو عايزك تبقى في نص الدوري. خلاص للاسف الشديد نادي افترى خلاص، وناس بتغسل فلوسها عنده وعايزه تشتري لعيبه مصر كلها تحطها عنده ما تلعبش. امبارح كان مين قاعد على الدكه؟ حسين الشحات يا فندم. قعد ولسه زيزو ما لعبش، ده قاعد عشان بن شرقي. تخيل بقى كمان لما زيزو يجي، لما زيزو يروح لهم هيقعدوا مين؟ خلاص مش هيجيبوا بيرسي تاو خلاص، لان لو جه بيرسي تاو زيزو هيقعد. طب هيقعدوا مين بقى؟ هيقعدوا بن شرقي ولا هيقعدوا زيزو؟ عرفتوا بقى؟ النهارده فضايح. المدرب فضحهم، كولر فضحهم. قال لك عايزين تعرفوا سبب السقوط ايه؟ ده كلام رسمي لمحمد رمضان. قال له انا كنت مش عايز بن شرقي، كنت عايز كوتيسا، جابوا لي بن شرقي. وانا قلت زيزو ما يتعلنش ان هو جالنا ولا اتعاقد معانا عشان اوضه اللبس ما تبصي. قعدوا يذيعوا ويتفشخروا ويتلمعوا ويقولوا احنا جبنا زيزو بكذا، اوضه اللبس باظت، اللعيبه باظت. عرفتوا بقى؟ عرفتوا اللي بيلم اللعيبه ويحط. ما هو يقعد على الخط، النجس ابن النجس يقعد على الخط، ماشي، يا اما يقعد حد نجس زيه على الخط. مش هيلعب بزيزو وبن شرقي وحسين الشحات وبيرسي تاو، مش هيلعب بكل دول يعني. انما هم اختاروا الدكه، وبن شرقي قعد على الدكه لانه مش عايزه. حلوا بقى ان مدرب تاني يجي، ماشي، عشان يلعب بن شرقي ده. ويقعد مين بقى؟ عرفتوا ان انت الحرام ربنا ما بيسيبوش ابدا. هيطلع على جتة ابوكوا. احنا خلاص امنا بالله خلاص ان الدوله مش عايزه الزمالك يبقى فرقه كبيره.
ومجلس ادارته عشان رجال اعماله ليهم شركاتهم مغصوب عليهم خلاص. مغصوب عليهم خلاص. ومرتضى منصور قال لك انا مش داخل النادي انا وعيالي. مين بقى يمسك النادي؟ بطوط ولا ميكي؟ لا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم. حتى في افريقيا بيرشوا الحكام. طيب الجديد بقى، بيراميدز عنده ماتش اخر خمسه، مش عارف كام خمسه بقى، اللي هو بتاع ثواني كده، اللي هو بتاع نهائي ابطال دوري افريقيا مع صن داونز. مع صن داونز اهو ثواني. ماشي. الاهلي السنه اللي فاتت قبل النهائي بتاعه رايح جاي تاجل له قبلها ب 10، تاجل له ماتش قبلها ب 10 ايام. قعد 10 ايام ما يلعبش. قعد 10 ايام ما يلعبش. خلاص. وبعد ما جه كمل الدوري. جميل. هل انتوا عشان ده فريق مصري ولازم يخش البطوله ومستريح ولازم نسانده ولازم ولازم ولازم. اشوف لكم بس بيراميدز. ماشي. بيراميدز المفروض يتأجل له بقى ماتشات الدوري بتاعته وتتلعب بعد اخر خمسه، صح كده؟ هو عنده 30/4 حرس الحدود، وعنده 4/5 فاركو، ده دوري، وعنده 8/5 البنك الاهلي. ماشي. وعنده 13/5 الزمالك. وعنده 17/5 بتروجيت. خلي بالكم بقى، 30/5 الناس المعرضه عملت ماتش النهائي 30/5 بتاع الكاس مع الزمالك عشان يبقى الموسم انتهى، فالشحات ابن الشحات يسافر مع الاهلي. ماشي. يبقى عقده انتهى. ماشي. 30/5. عنده بقى 24، لا يا رب ده 20/5، ده 20/5 الكاس. خلي بالكم 20/5 الكاس. بعديه باربع ايام يلعب مين؟ يلعب صن داونز. يبقى المفروض ماتش الزمالك بتاع الكاس يتاجل، صح كده؟ زي الاهلي هيلعب مع صن داونز يوم 24 هناك، ويجي يلعب هنا يوم 28 النهائي. هيلعب مع صن داونز يوم 14/5، وبعدين 1/6 يلعب النهائي. ده يعني الرايح جاي، اخر ماتش رايح جاي. يبقى المفروض ماتش الكاس ده يتاجل. المفروض ماتش الكاس يتاجل. سيراميكا كليوباترا عنده 28/5، يعني المفروض سيراميكا كليوباترا ونهائي كاس بتاع الزمالك يتاجلوا عشان زي الاهلي. زي الاهلي مع عامر حسين اجل له، زي ما المعرضين اجلوا له. انا بقول لكم هيرفضوا. هيرفضوا ليه بقى؟ ليه؟ عشان لو وافقوا الموسم مش هينتهي. الموسم مش هينتهي. فالشحات ابن الشحات مش هيقدر يسافر، هيبقى على ذمه نادي الزمالك لحد ما بيراميدز يلعب ماتشات الدوري بتاعته ويخلصها، والكاس يبقى ده الاهلي مسافر 5/6. وفي اجندات دوليه خلي بالكم. هل بقى نادي الزمالك اتحرك للفيفا؟ مش هيقدر يتحرك. تعليمات لا. خلاص. تعليمات لا. طب هل اتحاد الكوره والرابطه هيسيبوا البيراميدز كده؟ لا، هيشمطوا اهله. طك 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 طك. طب بيراميدز هيتكلم؟ هيعترض؟ هيقول؟ لا. ليه؟ معرفش. انا توقعي الشخصي كده. يا اما لو اعترض وقال لك الاهلي سنه زي السنه اللي فاتت، هيقولوا له السنه اللي فاتت حاجه ودي حاجه تانية.
اصل الذكاء الاصطناعي هو اللي عامل الجدول، ما فيش تاجيلات، ما فيش مش عارفه ايه. عارفين لو الاهلي كان كسب صن داونز وهيقابل بيراميدز كانوا اجلوا له ماتشات الدوري بتاعته. هتشوفوا التعريض على اصوله، عشان جمهوركم انتوا نفسه، جمهور الاهلي نفسه ماشي. اكيد في ناس كويسه ومحترمه تراجع نفسها وتقول انا بشجع نادي قذر زي ده ليه؟ ليه؟ ليه الدوله بتعمل كده؟ ليه؟ ليه؟ للاسف، للاسف احنا الحمد لله اللي احنا ما طلعناش اهلاويه. الحمد لله ان احنا ما طلعناش اهلاويه، والا كان زماننا بنخالف ضميرنا، بنخالف ضميرنا. الحمد لله رب العالمين. السلام عليكم.